الهجمات الإيرانية على إسرائيل تسلط الضوء على مخزون إيران من المسيرات وعن إمكانياتها والمدى الذي قد تصل إليه. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن قدرات إيران العسكرية وقالت في مقالها إن لديها مخزونا هائلا من الطائرات بدون طيار قد تكون شاهد 129 الأكثر قوة تحلق ل 24 ساعة، يمكنها حمل 4 صواريخ وتصل حمولتها إلى 400 كيلوغرام. أما الأكثر شهرة ربما شاهد 136 تطير ل10 ساعات، يمكنها حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات وقطع 2000 كيلومتر، في حين أن طراز كرار يصل مداه الأقصى إلى 2000 كيلومتر وسرعته القصوى 900 كيلومتر في الساعة. كما أن لديها مسيرة معروفة باسم غزة أو شاهد 149 تحلق لأكثر من 25 ساعة وتحمل 13 قنبلة بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى كمان 22 تحمل أي نوع من الذخيرة وتحلق 24 ساعة ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات والمعدات. كما تعتبر كيان 2 أو آراش 2 مسيرة ثقيلة متخصصة في تدمير مرافق البنية التحتية الحيوية ورادارات أنظمة الدفاع الجوي. لديها أيضا مهاجر 6 المجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، يمكنها التحليق ل 24 ساعة وتحمل 300 كيلوغرام من المتفجرات.